وطعنه من ظهره ومن رقبته 22 طعنة. الطفل اللي انت شايفه ده، الطفل اللي نايم ده، طفل عنده 14 سنة. جريمة قتل بشعة بتحصل في بورسعيد عندنا، بلدي بورسعيد، اللي بعتز وبفتخر ان انا منها، اللي اتمنى ان ما اشوفش فيها الكلام ده خالص. الطفل ده كان نايم في امان الله في محل ابوه قبل ما تحصل جريمة القتل دي. كانوا اصحابه بيهزروا معاه ومصورين الصورة دي وهو نايم، وللاسف ما كانوش يعرفوا ان دي اخر صورة هيتصورها. الاحداث بقى، الطفل ده دخل حد على المحل بتاع والده وهو نايم فيه، فسمع صوت غريب، اتلقاه واحد هو المفروض ان هم يعرفوه بس هم عارفين ان هو حرامي اصلا. فالولد حاول يمنعه، فالحرامي طلع سكينة وطعنه من ظهره ومن رقبته 22 طعنة. طعن طفل 22 طعنة عنده 14 سنة. ودي صورة الحرامي اللي طعن الولد، ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. بجد انا يعني مش لاقي حاجة اقولها غير ان انا حزين لان انا كل يوم بلاقي الاخبار البشعة دي وبلاقي الجرائم البشعة دي. بجد احنا ايه اللي بيحصل معانا؟ بجد احنا ايه اللي بيحصل عندنا ده؟ هو ليه ما عادش فيه انسانية؟ ليه ما عادش فيه اي احساس بالضمير او بالاسى او بالالم او بالخوف من ربنا؟ ويعني تراعي ان ده يعني طفل، انت حتى مش بتواجه واحد كبير، انت بتواجه عيل صغير. يا انسان يا ظالم يا جاحد. بس الحمد لله والفضل لله ان هم جابوه، وان شاء الله ياخد اقصى عقاب، اقصى عقاب ممكن يحصل. بجد انا ما بتمناش ان الناس اللي بتقتل دي تاخد اعدام، انا بتمنى اشوفهم مذلولين، اتمنى اشوفهم بيتعذبوا ويتمنوا الموت وما يموتوش، يتسلب منهم روحهم كده.